اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمله غدانا. هنا جبت لحمه. ده هعملها اسلقها، ودي هعملها ايه على الباميه. وهنا معايا الباميه، هنا جبتها نقعتها كويس ومسكتها بقى، غسلتها حلو جدا وسبتها تتصفى كده. وهمسكها كده ايه، هقمعها ايه كده اهو. اهو بصوا كده، مش هشيل اللي تحت دي. الحته اللي تحت دي بتحافظ على الباميه تبقى متماسكه وحلوه معاكم. حتى اللي بنجيبها اكياس جاهزه مغلفه ما بيشيلوهاش برضو. اهي كلها طبعا ايه، انا هقمعها بنفس الطريقه كده. وبعد كده ايه، يعني هعملها انا مع نفسي عشان ما اطولش عليكم. وهنا معايا بصل اللحمه اللي هسلقها، وتوم. التوم ده طبعا للباميه. وهاخد برضو فصين لسلق اللحمه وفلفل اخضر. ومعايا هنا طماطم ضربتها كويس في الخلاط. وبصلايه دي للباميه، يعني البصلايه دي هاخد منها للباميه. بس ايه، هنروح على البوتاجاز بقى نسمي الله ونعمل مع بعض. وهنا بقى حطيت ايه، حبه زيت كده. طبعا اي ماده دهنيه انتوا عايزين تستخدموها هتستخدموها. هنزل كده بالبصله دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل عليها برشه ملح ورشه فلفل اسود برده. خلي بالكوا بتفرق والله في ريحه تقليه الخضار دي، حبه الفلفل الاسود ورشه الملح دي. وهنا في الحله التانيه دي انا حطيت بس ايه، معلقه زيت كده اهو. بقى هنسمي الله بقى، وهننزل هنا ايه، نعمل اللحمه اللي هنسلقها. نديها تشويحه كده حلوه. صلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وهروح نزل عليها كده ايه، بصلايه كده. وهديها تشويحه كده حلوه. وهنا برضو بصوا يا حبايبي، معايا هنا قطعتين دهنه كده اهم. هنا معايا قطعتين دهنه كده، هنزل عليهم ايه مع البصلايه كده، يطعموا لي يعني ايه الصلصه بتاعت الباميه كده. هسيبهم بس ايه يتشوحوا حلو كده ونرجع مع بعض. اهو يا حبايبي بصوا، هنزل بقى هنا بميه مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولازم ابقى انا شوحت كده، لازم ميه مغليه. وهسيبها بقى ايه، احط لها بس ايه طماطميه كده وحبه فلفل اسود وورقتين لورا بس كده. وهسيبها بقى ايه تتسلق على مهلها. نرجع بقى هنا البصله اهي بقت ذهبي حلوه كده. اروح نوزع عليها بايه، باللحمه كده. برضه بقى تشويحه كده مع البصله. وهروح نازله برضه ايه بفصين توم كده مخرطاهم. وهديها تشويحه بقى ايه حلوه كده مع اللحمه يعني. اللحمه بالبصله كده هشوحها برضه ايه حلو كده. وصلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنزل بقى شوحتها حلو كده. نروح نازله بايه، بالطماطم بقى. انا سبت بس ايه يعني حب معلقتين كده للشرب. وهروح نازله برضو على الصلصه دي، الطماطم دي بحبه سكر كده من الاول كده وهي بتتسبك كده اهي، عشان حموضه الطماطم. بس مش هحط لها اي حاجه بقى ايه لما تتسبك شويه.
يعني طبعا اللحمه تخش في السوا، وانا هقمع الباميه ونرجع ايه مع بعض. اهو بقى يا حبيبي ايه، خلاص اللحمه خلاص ايه استوت. هنزل بقى ايه بالباميه كده عليها. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وهظبط لها بقى ايه ملحها وكله، مش حاطه لها اي ملح انا. هظبط بقى الملح كده حلو. هحط لها برده فلفل اسود. وهنعمل بقى حبه رز ابيض كده حلوين. بس كده هسيبها بقى ايه تستوي. ولو احتاجت حبه ميه او حاجه هزودها، او ممكن ازودها بدل ما ازودها ميه ازودها ايه شرب. اهي اللحمه برده استوت وانا طفيت عليها خلاص. فايه لو احتاجت هزودها ايه حبه شرب. بس هنسيبها بقى تستوي. هنا دقيت توم على فلفل كده، وبرده قطعت قرن فلفل ايه طرنشات كده ايه، فلفل الكوب البارد ده. حطيته مع الباميه بيخلي طعمها حلو جدا، خلي بالك. وهنزل بقى ايه بالثوم ده كده عليها كده، معلقه ثوم كده. وهنسيبها بقى ايه تستوي خالص، ونرجع بقى ايه نعمل الرز مع بعض. اهو بقى يا حبايبي هنعمل الرز. حطيت حبه زيت، وهحط حته زبده بلدي كده. صلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنزل بقى ايه بالرز كده. خلي بالكوا حبه الزيت اللي بنحطهم مع الرز ده بيخليه مفرفر وحلو وبيلمع ويبقى جامد. مع اي بقى زبده يعني زي ما انتوا عايزين، سمنه، يبقى حلو يعني. الريحه طبعا ايه قلبت الدنيا، وريحه الباميه. هحط بقى الملح اهو. ريحه الباميه ما شاء الله زي العسل. هقلبه بقى كده حلو مع الزبده كده مع الزيت مع كل حاجه كده حلو. وانا غليه له ميه، اديله تشويحه كده ايه مع بعض كده. بصوا الباميه اهي. بصوا ما شاء الله لونها زي العسل، وهتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها. ومعلقه الثوم اللي احنا حطيناها دي بتخلي ريحتها بتقلب الدنيا، والله ريحتها زي العسل. اهو بقى خلاص هنسيبها بقى، هي فاضل لها بس غلوتين وخلاص كده. هنعمل بقى نكمل الرز. وانا هعمل طبق سلطه خضراء، وعندي بتنجان بقى كنت مملحاه قبل كده. هنزل بقى ايه بالميه اهو. انا ظبطت ملح خلاص. هنزل بس ايه بالميه العود بتاعه كده. وهسيبه بقى ايه يستوي. هيشرب ميته، هوطي عليه خالص وبس كده. هنخلص بقى ايه سوى الرز، ونرجع ايه مع بعض نقدم اكلنا. اهو بقى يا جماعه ايه خلصنا غدانا اهو. دي الباميه اللي عملناها مع بعض. بصوا جميله ازاي، زي الفل. والحته اللي بنسيبها ورا دي يعني ما بتخليهاش تتهرى منك بسهوله، مستويه وزي الفل. حتى هما لما بنشتريها اكياس متخزنه اللي هي الفروزن دي بتبقى كده بيسووها كده عشان تحافظ على قوام الباميه. هتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها. وطبعا دي اللحمه برضو اللي سلقناها مع بعض اهي. ده البصل ده يعني اختياري احنا عشان بنحبه فانا بحطه في الشرب. وعندي بتنجان كنت مملحاه سلقاه ومملحاه. وعملنا رز ابيض مع بعض. بص الرز مفرفر وجميل ازاي. حبه الزيت اللي بنحطهم مع الزبده دول بيخلي الرز زي الفل. وعملت طبق سلطه. وده كان غدانا النهارده. ولو عجبكم بقى الفيديو متنسوناش بالاشتراك اللي مش مشترك، وخدوا لكم كده جوله في القناه. واللايك بتاعكم الجميل شجعونا بقى باللايك، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.